يقال انه عقب انتهاء السوبر باذن الله تعالى هناك اعاده ترتيب اوراق في فريق كره القدم في النادي الاهلي، وانه في كلام كتير في هذا الملف قبل الوصول ليناير والانتقالات الشتويه يعني. سمعت لكن في اعاده تقييم مره ثانيه هتحصل في الشهرين او في الشهر ونص اللي فاضلين دول. هل الكلام ده واصل لحضرتك بأي طبعا معلومة؟ طبعا الكلام ده واصل طبعا، والكابتن الخطيب ربنا يعني يشفيه او يكمل شفائه، هو عمل الملف ده مش هقول لك لسيد عبد الحفيظ، لا، لياسين منصور، هو رئيس المكتب التنفيذي، بيتعاون معاه، وفي حاله غياب الكابتن الخطيب هيبقى سيد عبد الحفيظ هو المسؤول عن الملف ده. لكن انا فعلا وصلني اللي هو فيه اعاده تقييم حتى للعقود، لان الكلام كتير جدا، واتحاد الكوره بيقول لك ليه في لعيبه متسجله 5 مليون. انا ما بتكلمش على الاهلي بس على فكره، عشان الناس بس ما تقولش اهلي، انا بتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز اي حاجه، لكن بيراميدز قطاع خاص احنا مالناش دعوه، وفلوسه من الامارات مالناش علاقه بيه، ده راجل بيعمل بيزنس وماركتنج لنفسه وبتاع، مالناش علاقه بيه. سيراميكا نفس القصه. لكن انا بتكلم على الانديه الشعبيه اللي هي دي حكومه، دي انديه تبع وزاره الشباب والرياضه، اهلي والزمالك تبع الشباب والرياضه، الاتحاد السكندري تبع الشباب والرياضه، اللي هي الانديه دي. فما ينفعش ولا يعقل اللي احنا دلوقتي نقول لك لعيب بياخد 140 او 100 او حتى لو غير صحيح، اطلع قول لي، ما تصدرش للميديا وتقول لي اصل اللعيب الفلاني ما هو عامل لك مشكله في اوضه اللبس، وزيزو مع امام عاشور عايز يبقى زيه. فانت دلوقتي ايه القصه؟ هل دلوقتي يبقى في سقف اتحاد الكوره يقول حسام يستاهل 20 مليون في السنه؟ ليه؟ حسام بكالوريوس اعلام مش السير، دكتوراه مثلا ده الناحيه العلميه، الخبره بتاعته ايه؟ 5 سنين. انا صح ولا غلط؟ الازمه يا دكتور وكلام حضرتك منطقي، لكن هو الفكره في حاجه انه برضو وجود اللاعبين الاجانب في السوق المصري، وانت حضرتك عارف ان دلوقتي انه اقل قيمه لاقل لاعب موجود حتى في الخليج او في بعض الدول بقى ال 2 مليون دولار في مصر. ده في مصر 1.5 مليون، 2 يعني مليون برضه حتى في مصر. ده حقيقي. ال 2 مليون دول 100 مليون. فبقى الرقم فلما بيبقى في لاعب مصري بيتكلم بقدرات اعلى من مستويات اللعيبه حتى اللي بتيجي من بره، مثلا يقول لك والله انا خبراتي برضه، انا لعبت بره في انديه كذا واحترفت وعملت، فيقول لك انا عايز بالدولار ما يعادله بالمصري. فللاسف انا ما عنديش مشكله. انا ادعي ربنا بقى ان قيمه الدولار تقل فالسقف ينزل. لا انا مش هدعي ربنا انا طبعا بدعي ربنا طبعا لمصر، ربنا يحفظها ويحفظنا جميعا يا رب، والقيادة السياسية والناس كلها. نتمنى الخير طبعا لمصر، ولازم نهني القيادة السياسية والناس المتحف اللي انا ليا ناس، بعض الناس مش ممكن ايه الابهار ده، لكن انا ليا عتاب، ومش عايز اقول لك هعمل دعوة قضائية. انا عايز الاجانب مش 30 دولار 1300 وبتاع، لا، الاجانب يبقى 100 دولار والمصري 100 جنيه او 50 جنيه. انت ده فرصة ان انت تعمل انقام، تعمل عملة، تعمل فرق عملة صعبة. تذاكر الدخول بالمصري. لا